السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صل على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتونا قوي يا اغلى المتابعين لينا، يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من معنوياتي. بشكر اي حد انضم عندي في القناة، سواء كان من داخل مصر او خارج مصر، كلكم على راسي من فوق يا احلى متابعين. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة تسوع وعاشوراء. بس المرة دي بقى ما صمتمش، يلا مش مهم يا حبايبي. انتوا بقى يا رب كده اللي بس خلاص النهارده، بس ممكن تلحقوا اللي هو 11، يعني تسوع وعاشوراء وال11، يعني اخر فرصة ليكم ال11 كمان ان انتوا تصوموا وتكسروا بقى النهارده يوم الجمعة ان شاء الله. كسروا من الدعاء والصلاة على النبي والاستغفار وقراءة سورة الكهف. اوعوا تنسوا يا حبايبي قراءة سورة الكهف اساسي ان شاء الله. يوم الجمعه بتنور من الجمعه للجمعه ان شاء الله يا حبايبي. تدعوا لي، تدعوا لاختكم حبايبي، حبايبي حلو حبايبي، والله العظيم لساني ساعات كده بيعبوا انتوا بيلضم في بعض، زي اللي ما اكون واكله مثلا عجين ما تعرفوش. المهم يا حبايبي، النهارده بقى جينا لكم اخيرا اخر حاجه ما صورتهاش معاكم، اوضه الاطفال نصورها بقى معاكم. طبعا حبيبتي عايزين نشكر مريم وحبيبتي، ربنا يا رب يجازيك خير على فعل الحاجات اللي انت عملتيها معايا، وطول عمرك يا حبيبتي كده بتساعدي، سواء يعني بتساعد انت عامه انا او غيري، عشان الناس بتفتكر ايه، هو انتوا مفيش غير منى؟ لا والله العظيم يا حبايبي، هي بتساعد ناس تاني كتير بره اليوتيوب. وبرده يعني ايه، الناس مش عايزين نضغط عليها قوي، لان هي في ناس هي عارفاهم بتبعت لهم يعني حاجات كده، فما ينفعش احنا نطول على كل شويه حد مثلا يكتب في التعليقات طب قولي لمريم، طب قولي لمريم. يا جماعه هي كده كده بتدي، هي بتدي بره، فمش هتقدر بقى تدي هنا وهنا وهنا وهنا، كان الله في العون. فربنا يا رب يعينك كده يا مريم، وجزاك الله خير، وربنا يا رب يرزق كل محتاج واللي نفسه في حاجه، يا رب يا رب. كل واحد والله العظيم يا حبايبي بيجي له نصيبه، محدش عارف نصيب يعني الخير ولا الرزق هيجيلكم منين. يعني ربنا كبير ورزاق، يعني سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الرزاق، يعني ربنا قادر يرزقك من حيث لا تحتسب، يعني بيرزق الطير، يرزق يعني ان شاء الله. لو ليكوا نصيب في حاجه هتاخدوها غصب عن عين اي حد، فمحدش بيعطل رزق حد عن حد، كل واحد ليه رزقه مكتوب وهياخده في الوقت المناسب. استحملوا يا حبايبي واصبروا، ان الله مع الصابرين. انا صبرت كتير والله العظيم، وواجهت مشاكل كتير، فالحمد لله نحمد ربنا، وكل واحد ان شاء الله كده هيجي له رزقه بس بالصبر. هنشوف بقى، غمضوا عينيكم. بصوا بقى، قبل اي حاجه انا لابسه ماتشنج اهو، بيني عامله ماتشنج انا بيني وبين ايه، اوضه الاطفال، هتلاقوا نفس الالوان بالظبط انت وريتيهم على طول كده، دخلتي على طول، انا كنت هوريهم. يلا وريهم اهو، هنوريهم بقى كده. هاتي انا بقى عنك كده، روحوا بقى انتوا اطلعوا كده بقى نصور. بس يا حبايبي ثواني بس اطلع الكرسي ده بقى. روحي يا رجوله قبل ما اصور. ايه رايكم في ورق الحائط ده؟ اهو اصور لكم كده من بعيد عشان ما تقعدوش تقولوا لي مش باين يا منى. اه طلعت لكم بره خالص اهو. الستاره دي جبتها برضه انا امبارح، لايقه كمان مع الاوضه، تحس ان ايه، في تناسق بينهم. هنشوف بقى ايه السريرين الجمال دول، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السريرين اللي فاتوا بقى راحوا لصاحب نصيبهم، فيعني ربنا كده يتقبل ان شاء الله. عشان في ناس كده هتطلع لك في التعليقات تقول لك وديتي السراير فين، انت بعتيها؟ لا يا حبيبي ما بعتهاش، انا اديتها لصاحب نصيبها. شايفين بقى المرتبه الحلوه دي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاول برضو اصور من بعيد. صلوا على النبي يا حبايبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رايكم؟ المراوح بقى دي ان شاء الله بدون مقاطعه، عشان طبعا اثناء وهم بيبيضوا كده
الحاجات اللي هي كانت مطرح المسامير وكده لغوها، فان شاء الله ممكن نعمل لها ايه مسامير تانية، نعمل عشان مش عايزين بس ايه نعمل اخرام كتير في الحيطة عشان ما نبوظش شكل الحيطة، بس احنا هنحاول يعني نشوف لها صرفة باذن الله. دي كده كده بايظه المروحه دي كده ايوه اهي كده كده بايظه دي بايظه عايزه تتصلح كده كده. دي اللي هي نايمه على على وشها دي، ايوه اللي نايمه على وشها دي بقى هتبقى عامله برضو تناسق قوي بينها وبين الاوضه عشان اللون اللبني ده. برضو غيرنا الكوبس ده بتاع التكييف التاني زي ما بقول لكم كان بايظ فغيرناه، كان يعني بيسخن كده قوي، فده الحمد لله بسم الله ما شاء الله حلو يعني. وهنا بقى في شويه هدوم طلعتها، قلت الحاجات اللي هي مثلا زياده عندي احاول اطلعها لله باذن الله بدون مقاطعه. طبعا المروحه حطيناها هنا عشان ايه مع التكييف برضه، لان طبعا مش هينفع نشغل التكييف على طول عشان الكهرباء وكده، فايه يعني المروحه لازم تبقى معاه اساسي يعني. وغيرنا كمان الفيش، شايفين الفيش دي بتاعت الحيطه اسمها مش الفيش مش عارفه اسمها ايه، اللي هي الكوبس ده الكوبس بتاع انا كنت يعني ان شاء الله بدون مقاطعه ممكن اجيب ملايتين عشان يبقوا ايه نفس الشبه، يبقى لبني مثلا، يا لبني يا رمادي، بس ممكن تبقى لبني احلى عشان ما يبقاش الرمادي كتير ان شاء الله يعني بدون مقاطعه. يا اما اكتفي بقى باللي عندي عشان حرام برضو مريم كانت جايباني ملايات كتير، مش عارفه بقول حرام يعني عندما عندي مش لازم التناسق او بس عشان في ملايات فحرام يعني. اوريكم كمان في بقى حاجه عملناها انا صراحه اللي اخترعتها، اول حاجه اخترعتها بالنسبه للنجف اللي عندي بره ده، كان الاول كان لونه ذهبي، عارفين اللون الذهبي الفاقع ده، فبصراحه ما كانش عاجبني، ده زمان الكلام ده من 5-6 سنين قبل ما يعني اول ما جينا سكننا هنا، فجبنا بتاع كده بيترش، حتى هوريكم شكله ثواني. جبنا بقى البتاع ده اللي هو بيترش على الحاجات مثلا على النجف وكده، ورشيناه بقى على ايه على النجف، غيرنا اللون بتاعه ما كان ذهبي ده كان للون نحاسي، فاللون النحاسي اللي بره ده حلو قوي احلى من اللون الذهبي الفاقع ده. كذلك بقى فكرنا نعمل كده فين في الاوكر، سألنا على الأكرة الواحدة باين قال له حاجة ب150 الواحدة، فقلنا خسارة يعني بدل ما نرمي الأكر القديمة نستغلها ونرشها بده وخلاص، وهي أول ما هتترش هتبان الجديدة بالظبط. هوريكم برضو شكلها اهي يا حبايبي الأكرة اهي، شايفين كان الأول لونها ذهبي فاتح كده وكانت مقشرة، فغيرنا بقى لونها ده. بس يا حبايبي ده فيديو بسيط، لو عجبكم بقى الفيديو فضلا وليس أمرا بالله عليكم حطوا اللايك، ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام الصلاه الابراهيميه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم. وتدعوا لي دعوه حلوه كده النهارده يوم الجمعه يا حبايبي، ودعوه حلوه لمريم والحاجه فاطمه والحاجه ام محمد وحبايبي متابعين الجمال سميره وام يزيد وحلم العمر وياسمينه وجي ايه حبيبتي جي ايه، وكل بقى حبايبي الجمال ربنا وزها عشان ما انساش حد والله يا حبايبي، ويقين وتاني لا عشان ما حدش يزعل، اللهم صل على النبي، وام علا يعني كل حبايبي بقى حبايبي دعوه حلوه ليهم كده، ربنا يا رب يخليكم ليا احلى متابعين. في بقى ناس كتير بس عشان ما انساش حد، ربنا يخليكم ليا كلكم. يلا يا حبايبي مع السلامه.